عمرك كنت ماشي قبل كده في الشارع والدنيا شمس وتبص تحت رجليك تلاقي في ظل، تبص وراك مفيش شجرة، مفيش عمود نور، مفيش أي جسم يفسر الظل ده. وقتها بتسأل نفسك هو ده ظل مين؟ أو تكون في رحلة جبلية وتبص على الضباب تلاقي ظل بني آدم عملاق مع إنك لوحدك. هل دي خيالات؟ هل في حد معانا إحنا ما بنشوفوش؟ ايه قصة الظلال؟ تعال نبص على المعلومة. في البداية خليني اسألك سؤال غريب شوية، عمرك وقفت في الشمس قبل كده وحسيت ان في جزء من جسمك بردان مع انك واقف في الشمس؟ او حسيت ان في مكان الحرارة بتاعته اهدى من مكان تاني مع انك واقف في مكان ما فيهوش اي ظل؟ خليني اعرفك على الكولد شادو او الظل البارد. ده مش ظل حقيقي لكنه احساس حقيقي جدا. ببساطة الظل البارد ما بيكونش ظل نقدر نشوفه بعينينا زي الظل اللي بيكون تحت شجرة او عمود نور، لكن هو بيكون تفاوت في درجات الحرارة اللي بتحس بيها على جلدك، كأن في منطقة معينة درجة الحرارة فيها اقل رغم ان الشمس ضاربه في المكان كله. ليه وازاي ده بيحصل؟ واحد، لان الهواء بيتحرك حوالينا طول الوقت. لو في نسمه هواء بتعدي ما بين اشجار او مباني ممكن تاخد معاها هواء بارد وتوصله لمنطقه معينه في جسمك فتحس بالبروده. واثنين، لان السطح اللي انت بتبقى واقف عليه بيعكس الحراره باشكال مختلفه. يعني لو واقف على رمله بيضاء وسخنه هتحس بسخونه شديده، هاشتاج بديهيات. لكن لو في جزء صغير من الرمله عليه رطوبه او ظل شجره درجه الحراره هتبقى اقل فيه جدا، وده بيديك احساس بالظل من غير ما تشوفه. كولد شادو. 3، الضوء مش بينتشر بالتساوي، بعض الاسطح بتمتص الضوء وبعضها بتعكسه. فلو الشمس ضربت على حيطه بيضاء مثلا هتعكس لك ضوء وحراره، لكن لو في حيطه غامقه جنبيها هتمتص الضوء والحراره اكتر. هتلاقي منطقه حاره جدا ومنطقه اهدى رغم ان الاثنين جنب بعض. يعني ببساطه جسمك بيحس بالفرق قبل ما عينك تلاحظه، وده الكولد شادو او الظل البارد. خليني اعرفك على الظاهره الثانيه من الظلال، بروكن سبيكتر، وده اللي كنت بقوله في اول الفيديو. تخيل انك واقف فوق جبل وحواليك ضباب والشمس وراك، تبص قدامك تلاقي ظل بني ادم ضخم جدا واقف وسط الضباب ومعاه هاله نور حوالين راسه قبل ما يتخض. ده انت، ودي واحده من اغرب الظواهر الضوئيه اللي بتحصل وسط الضباب فوق الجبال. بروكن سبيكتر، تيف بروكن او شبح بروكن. بروكن هو جبل في المانيا مشهور جدا بتتكرر فيه الظاهره دي ومنه جت التسميه، والناس زمان كانوا بيفتكروا ان في شبح على الجبل عشان كده سموه تيف بروكن. ايه بقى اللي بيحصل بشكل علمي هناك؟ علشان الظاهره دي تحصل لازم يتوفر 3 حاجات: تكون واقف في مكان عالي زي جبل او تل، الشمس تبقى وراك، قدامك يكون في ضباب او سحاب خفيف. لما ده بيحصل ضوء الشمس بيعدي حواليك وظلك بيترمي على الضباب قدامك، بس مش بشكل عادي، بيتنفخ ويكبر بشكل ممكن يبقى 3 أو 4 اضعافك. عندك كمان النور اللي بيبقى حوالين راسك، الجلوري رينج او هاله المجد زي ما العلماء سموها، ودي بتحصل لما اشعه الشمس بتتشتت حوالين قطرات الضباب فتعمل هاله دائريه ملونه حوالين راس الظل. فانت شايف قدامك ظل 3 أو 4 اضعافك وراسه حواليه هاله دائريه مضيئه. الناس اللي شافوا الظاهره دي زمان افتكروا ان ده شبح الجبل او حارس للجبل او ظاهره مقدسه، لحد ما العلماء في القرن ال18 شرح لهم الظاهره دي وقال اللي انتم شايفينه ده انت. طيب كلنا عارفين ان دايما الظل بيظهر عكس اتجاه مصدر الضوء، يعني لو الشمس وراك الظل قدامك، لكن هل ممكن تلاقي ظل في نفس اتجاه الضوء؟ وهنا خليني اعرفك على الريفيرس شادو او الظل العكسي او الظل السلبي او الظل المفاجئ. إيه اللي بيحصل وازاي ده ممكن؟ اللي بيحصل في الظلال العكسيه وخداع بصري لما بيحصل ظروف معينه، لما يكون عندك سطح مضيء جدا جدا وفي جسم قدامه مش بيمنع النور بس بيغير انعكاسه، يعني الجسم ما عملش ظل حقيقي لكنه كسر توازن الضوء، فتشوفها وبان بقعه غامقه او لون مختلف وكانه ظل غريب. وخلينا نضرب لك مثال، تخيل انك قاعد في مطار والشارع بره متبلط رخام بيلمع جدا والشمس ضاربه فيه، وتلاقي واحد معدي وانت شايف كأن في بقعه لونها غريب بتتحرك معاه، مش ظل واضح للي بيمشي ده لكنه شكل مختلف. هنا جسمه ما عملش ظل تقليدي لكنه غير انعكاس الضوء فبان كأن ظل ماشي معاه بس في اتجاه مختلف. اوقات ممكن يكسر الضوء ويخلي عينيك تفتكر ان في ظل بيتحرك، ده اللي بيفسر لكتير من الناس بيحسوا ان في حاجه ماشيه وراهم بس مفيش حاجه فعليا. خليني اقول لك مثال تاني، انت واقف في ملعب كبير جدا بالليل والاضاءه قويه جدا، لكن بدل ما يكون في ضوء مركز جاي من كشاف من جهه واحده النور جاي من كذا مكان مختلف في الملعب كله. فلما جسمك او اي جسم يمنع جزء بسيط من الضوء المنتشر ده مش هيظهر ظل واضح ليك زي اللي بيظهر في الشمس، فتبان كأن فيها ظل بس ظل مضبب او مش واضح، مش مرسوم بوضوح زي الظل اللي بيظهر في الشمس. في الحفلات والمسارح لما بيكون في فوج ماشين او الاله اللي بتطلع دخان صناعي وتدخل انت على المسرح تحت الكشاف هتلاقي ان في خطوط ضوئيه معاك كانها بقع ماشيه وبتمثل ظل بس مش ظل واضح، ودي اللي بتبقى مجرد انعكاسات او تلاعب في كثافه الضوء. الظلال مش زي ما بنشوفها دايما سودة وسابقة، ممكن تكون خفيه او منتشره او حتى تظهر في مكان غير متوقع بسبب الزوايا او الانعكاسات او الضباب او حتى السطح اللي بتظهر عليه نفسه. يعني بعد ما حكيت لك على كل الظواهر الغريبه دي، من ظل بيظهر بدون مصدر لخيالك العملاق اللي بتشوفه وسط الضباب لظل عكسي ماشي في اتجاه النور، تفتكر احنا كده نعرف كل حاجه عن الظلال؟ والحقيقه ان كل ظاهره ضوئيه حوالينا ليها تفسير، بس اوقات التفسير ده بيخلينا ننبهر اكتر من الظاهره نفسها. ممكن تبقى تكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر موقف او مره شفت فيها ظل غريب واترعبت منه.